السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن الآن في منطقة حارم، بالبيت اللي دار فيه الاشتباك بين إدارة الأمن العام وخلية تتبع للخوارج. هاي الخلية اليوم أكدوا إدارة الأمن العام اللي كان يد بمقتل الشيخ أبو ماريا القحطاني القيادي في هيئة تحرير الشام. بهذا البيت دار الاشتباك مثل ما شايفين، البيت متعرض رصاص واستهداف من قبل إدارة الأمن العام. بهاي الغرفة تحديدا دار اشتباك بين عناصر الخوارج وإدارة القوى العامة. مثل ما شايفين آثار الدماء موجودة على الجدران. حدث الاشتباك خلال تقريبا ساعة أو ساعة ونصف. مثل ما مشاهدين هاي آثار الدماء، دماء الخوارج. أيضا بهذيك الغرفة هون بهاي الغرفة موجود كمان آثار الاشتباك بين خلية الخوارج وإدارة الأمن العام. مثل ما شايفين هاي هون مكان القنبلة اللي تم رميها على خلية الخوارج. هذا العتلة تبعت القنبلة. بالإضافة هون كمان ممكن هون هذا أحزمة ناسفة كانوا معدينها للتفجير. تم القبض على 3 أشخاص من هاي الخلية. بالإضافة كان يوجد بهذا البيت موتور وسيارة معدة للتفجير مفخخة. هاي هي السيارة اللي كانت مجهزة للتفجير. بفضل الله تعالى إدارة الأمن العام تمكنت اليوم من إلقاء القبض على خلية للدواعش في منطقة حارم وتفكيك هاي السيارة. هاي السيارة كان بإمكانها قتل كثير من الأبرياء. مثل ما شايفين تم الإلقاء قبض على عدد من الخوارج، خلية الخوارج في منطقة حارم، اللي كان إلى يد في اغتيال الشيخ أبو ماريا وقتل أحد عناصر الخلية. بالإضافة إلقاء القبض على آخرين. مثل ما شايفين هذا حزام الناسف الأخوة يفككوه. أيضا هون في سترة ناسفة، هاي بيلبسها أحد خلايا الدواعش ويفجر فيها. الحمد لله رب العالمين تم إلقاء القبض على جميع أفراد الخلية وقتل أحد أفرادهم. وهاي اليوم هاي العبوات وهاي السيارة المفخخة كان بإمكانها قتل مئات الأبرياء، وكل هذا بسبب تفكير الخوارج والغلو اللي عم يمارسوه ضد المسلمين في المناطق المحررة. نحن الآن مع أحد عناصر القوة التنفيذية في إدارة الأمن العام اللي اقتحموا على أحد أوكار الدواعش في منطقة حارم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على السلامة، الله يعطيكم ألف عافية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي الكريم. لو تحدثنا كيف اليوم صار هذا الاقتحام، أو كيف تلقيتوا الخبر باقتحام هذا المكان؟ صار تبادل إطلاق نار، بعدين صابنا شخص منهم، اقتحمنا المكان والقينا القبض عليهم، وقام الأخوة بأخذهم إلى القضاء. طيب شو كان موجود اليوم داخل المنزل؟ يعني اليوم عن السائل بيتساءل انه هدول شو كان عنده، شو عم يعدوا، شو عم يجهزوا؟ كان أخي في عبوات، في كمان موتور مفخخ، في أحزمة، ويعني في كثير أشياء كمان مفخخة. يعني كانوا عم يعدوا لعدة تفجيرات. هل صار في ضحايا مثلا من إدارة الأمن العام أو سقط منهم قتلى؟ بفضل الله لا، إدارة الأمن العام بس أحد الأشخاص منهم قتل، والباقي سلم حاله. بعد أول واحد اشتبكنا معه، بعدين الباقي سلم حاله. شد دار الاشتباك تقريبا، يعني بشكل تقريبي شد أكل وقت معكم لحتى اقتحمتوا هذا المكان؟ تقريبا من ربع ساعة ل 20 دقيقة، بعدين سلموا حالهم آخر الشيء. اليوم شو بتوعد أهلك في المناطق المحررة؟ إن شاء الله نوعدهم إنه نضل أمن وأمان لهم إن شاء الله، وما بنعرضهم لحيطان الخطر إن شاء الله.